أخبار غريبة وسريعة. ما هي صفات ومميزات الشعب العراقي؟ اسمع يا معود، اسمع يا بعد قلبي، يا بعد عمري. أنا عملت هذه الحلقة محبة في الشعب العراقي وصلى على الحبيب. إيه هي الحياة اللي بتخلي الشعب العراقي مميز ومختلف وتشوفه كده تقول ده عراقي؟ إيه هي الحاجات ديت؟ إيه المميزات؟ إيه أبرز مميزات وسيكولوجية الشخصية العراقية؟ واحد، الذكاء. في دراسة اتعملت حديثا سنة 2024 بتقول أن الشعب العراقي هو أذكى شعب عربي. ومش الذكاء يا ولاد اللي هو بس نسبة الذكاء 120% عبقري، مش عارف ما بين 80 و100 متوسط، لا. الذكاء هو احتواء الآخر، هو القدرة على التعامل، هو القدرة على التكيف، هو القدرة على أنه يروح أي مكان في العالم يكون شايل واخد جواه عراقيته وعلمه العراقي. ومن هنا فإن بالدراسة العراقيين هم أذكى شعب عربي. الكرم العراقي يا بعد عمري، يا بعد قلبي، على الدلمة، على المكسوف ولا المسكوف ولا الحركات ديات والحاجات. وتدخل عند العراقي تبص أول ما تدخل تلاقي الشاي في وشك على طول، الشاي على طول، وما يسألكش انت جعان ولا شبعان، على طول يحط لك الأكل ويحط لك أفخر أنواع الأكل. يعني في الحقيقة المصريين حكوا لنا اللي كانوا موجودين في العراق زمان في الثمانينات والتسعينات، قالوا لنا الكرم العراقي ده مستحيل، أساطير. يعني الكرم ما فيهوش من. يعني يقول لك كان العامل مثلا المصري يروح عند العراقي يعمل له شغلانه ويبوظها، يشندلها بشنديله وما يعملهاش حلو، ومع ذلك العراقي يكرمه والاكل ومش عارف ايه ودينار عراقي اللي كان الدينار طول كده وفلوس زياده وبتاع والكلام ده كله. فعندهم الكرم كرم لا يتبعه من. يعني مش يقول لك ده انا عملت لك، ده انا سويت لك، ويطلع يفضحك قدام العالم والكلام. لا، يكفي الخبر مجهول. عمل كده لان ده طبع فيه. يعني هو ليس كريما من أجل أن يقال أنه كريم. من أكرم شعوب العالم الشعب العراقي. الشجاعة دي طبعا لازم تحط تحتيها مش خط، جميع الخطوط اللي في كوكب الأرض. الشجاعة لا أحد يزايد على الشعب العراقي في الشجاعة. شوف، أول من انتصر على الفرس العراقيين، انتوا عارفين يا جماعة يعني ايه الفرس؟ الفرس والروم اللي ربنا ذكرهم في القرآن، يعني أول اللي انتصر عليهم العراقيين. حد ينسى هاني ابن مسعود الشيباني؟ حد ينسى موقعة ذي قار وهند بنت النعمان اللي انتصروا فيها العراقيين على الفرس؟ العراق يعني كانوا شويه ناس عاديين ينتصروا على امبراطوريه. وده خلي بالك ده قبل الاسلام، عشان تكون عارف، عشان تقول لي مثلا يرموك وبتاع ولا الحيه ولا القادسيه، لا، ده قبل الاسلام انتصر. يعني شجاع العراقي معروف انه شجاع، انه قوي، انه لا يخاف. وشوفوا عملوا ايه مثلا في الامريكان لما دخلوا، وشوفوا عملوا ايه بعد كده مع التنظيمات اللي كانت عندهم. كان كل بيت يخرج منه حد شجعان، فرسان. فالعراقي فارس الزمان، فارس التاريخ، كيف لا، وهو حفيد جلجامش ونبوخذ نصر وشلمنصر. الثقافة والوعي. قالوا لنا برضو زمان المصريين ان معظم العراقيين كل واحد عنده مكتبة في بيته. فمن المعروف ان الشعب العراقي شعب مثقف جدا، واعي جدا. مش اتكلم هنا على نسبة القراءة والبتاع، لا، انت ممكن تتكلم مع واحد عامل عادي مثلا عراقي يحكي لك، يقول لك ده هنا كذا وهنا كذا وحصل هنا وحصل هنا، فاهم؟ يعني الوعي ده اسمه الوعي، ان هو واعي. ليه؟ لان الوعي ده بيرجع ليه؟ للذاكرة الجمعية. فازاي يكون شعب زي ده مثلا جاب المتنبي اعظم شاعر في التاريخ، والنواب والسياب ونازق الملائكة والعظماء، يعني مش عايزين نقول اسماء عشان ما ننساش حد، يعني هم ارباب اللغة العراق وارباب الفكر. فالشعب يكاد يكون هو اكثر شعب مثقف، الشعب العراقي. التدين، الشعب العراقي متدين جدا بغض النظر عن المذاهب والحاجات ديت، لكنه شعب وعايزين تشوفوا ده. شوفوه مثلا في الزيارات، شوفوه في الزيارة الأربعينية، في الزيارة الشعبانية، شوفوه في الحج، الناس اللي بتروح الحج. يعني هو شعب متدين وملتزم. اللسان الحلو دي بيشتركوا فيها مع المصريين العراقيين. زي ما بيطبخوا الدلم حلو وبيطبخوا الأكل حلو، العراقيين بيطبخوا الكلام حلو. يا بعد قلبي، يا بعد عمري، يا بعد هالعينتين، أشيلك على راسي، مش عارف ايه، حاجات حلوة كده. هروح لك فدوى، مع اني مش عارف يعني اروح لك فدوى ايه، مين فدوى ديات، واحده ست، المهم اروح لك وخلاص. حاجه يعني ايه، جميله جدا. ورائي بيطبخوا الكلام حلو. لما تتكلم مع حد عراقي تستحسن، تستلذ. والكلام يا ولاد، الكلام مفتاح. المفتاح الاول للبني ادمين هو الابتسامه، المفتاح الثاني هو الكلام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ايه
أنزلنا الكتب السماوية، كلام لكنه كلام الله. والعرب كانت لما تعمل كلام حلو تحطه على ستار الكعبة، تكتبوا مية الذهب وتحط، فشوف الكلام معظم. فالعراقيين بيطبخوا الكلام حلو، يعرفوا يطبخوا الكلام، يعرفوا كده يدولموه كده ويمسكفوه ويظبطوه. فبتكلم واحد عراقي تحس بالمتعة بالثقافة وانت بتكلم معاه من حلاوة لسانه. تلاقي عندهم يا سيدي الأخلاق، الوفاء، الاحترام، الأدب، عدم الخيانة، مفهومش. يعني حتة الخيانة دياتي اللي هي هو طبعا احنا ما نقدرش نقول ان في شعب في العالم كله شعب ملائكي لكن الطابع العام بتاع الناس بتاع العراق ما يحبوش الخيانة، لا يحبوا يخونوا ولا يحبوا اللي يخونهم ولا يتسامحوا مع اللي يخونهم. الأناقة، الشعب العراقي أنيق جدا، أنيق في لباسه حتى يحتفظ بالموروث والحاجة، لكنه برضه أنيق. يعني تحس العراقي كده فارس كده صالب طوله كده، ولا حتى احنا في مصر يقول لك والله لما يشوف واحد طويل وحلو كده ويقول لك ياخد عامل زي العراقيين. يعني شوف يشبهوه بايه. فيعني فيهم انا ومتابعين للموضه والعصر واللبس والحاجات دياتي. المراه العراقيه في بيتها ملكات الكوكب، العالم كله، الملكه المتوجه. وخارج البيت تحس ان هي ب100 راجل، يعني تخرج وتشتغل وتتقضى وتعمل وتحتل ارفع المناصب في الدوله وشاطره وحاد. يعني شوف تلاقيها ايه، تصحى الساعه 6 الصبح تعمل لاولادها وتصحيهم والفطور ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبعدين تجري هي على الشغل وترجع من الشغل تيجي عامله الغداء وفي العشاء وتيجي عامله العشاء، وتلاقي البيت عمال يلمح كده هوياتي ومش عارف حاجه. يعني ايه ده يعني. هي حفيده الملكات فليس عجبا عليها. آخر نقطة وأهم نقطة عندي أنا استرعتني هي الغريبة، يعني فعلا هي حب العراقيين للعرب. مع إن العراقيين شوف إحنا طبعا دلوقتي في واحد الموجة اللي طلع اليومين دول يقول لك أنا مش عربي، والتاني يقول لك لا أنا عربي، والتالت يقول لك لا ده إحنا أصل العرب ومش عارف إيه. رغم إن لما تحسبها تلاقي إبراهيم أبو الأنبياء من العراق، يعني هم بلد الأنبياء وهم بلد اللي خرجت منهم العربيه. يعني هو ابراهيم خلف مين؟ ما خلف سيدنا اسماعيل لما اتجوز اسماعيل السيده هاجر. طيب ومع ذلك ما يجي العراق يقول لك انا سومري، انا بابلي، انا كلداني، انا اشوري، يقول لك كده، يقول لك انا عربي وبحب العرب. ورغم اللي شافوه العراقيين من العرب، يعني من شافوه من دسائس ومن مؤامرات ومن ودي حاجات يعني مش ليست خافيه على التاريخ، يعني اللي حصل في العراق يعني ليس خافي على التاريخ. ومع ذلك تبص تلاقي العراق هو الحصن الحصين للعرب. العراقيين يحبوا العرب حب غريب جدا. والغريبه يعني رغم ما لديهم من حضاره ومش ما يتكبروش زي اماكن اخرى، يعني تبص تلاقيه يتعامل معاك بعلو واستعلاء. لا، العراقي يحب العرب ويتعامل معهم بتواضع وبمحبه وبصدق وبانسانيه وباخلاص وبقلب خالص. يحبوا العرب لانهم بيت العرب، هم جمجمه العرب، هم الحصن الحصين للعرب. دي بعض من سيكولوجيه العراقيين اللي استقيتها من الناس اللي راحوا العراق المصريين، من الكتب، من بعض تعاملي مع العراقيين. طبعا انا ما اروحش العراق ويوميا تجيني دعوات من العراق، طبعا انا بشكركم عليها، وقريبا ان شاء الله نكون عندكم في العراق باذن الله بعد رمضان علشان اشوف الحاجات ديت على ارض الواقع. دي بعض الحاجات اللي هي القليله جدا. في طبعا حاجات كتير ما احنا مش هنخلص لو قعدنا نحكي، بس دي بعض الحاجات بحكم تخصصي انا مثلا في السيكولوجي وكده وبشتغل في علم النفس. فدي الحاجات اللي انا احب اركز عليها، اللي هي الحاجات الداخليه الخفيه، مش الحاجات اللي ظاهره لكل الناس. ضمن الحاجات اللي ابهرتني واعجبتني وخلتني من عشاق العراق والعراقيين علاوه على التاريخ والحضاره والعظمه والقوه. فالعراقيين انتم يعني كلش أحبكم. هذه الحلقة عملتها حبا فيكم، أتمنى أنكم تشيروها. وتحياتي من صعيد مصر إلى كل المحافظات العراقية وإلى العراقيين. وأنا نفسي أكل الدلمة دي، أشوف ما أسمع عنها الدلمة، نفسي أعرف إيه هي، نفسي كده أقعد ألهط شوية كده يعني في المطار تجهزوا لي دلمة. عايزك تصلي على الحبيب وتشير الحلقة دي فورا وإيه وشكرا.